يا صباح الأرباح والرزق الحلال. مشروع مربح وجذاب، تكلفة قليلة، مجهود قليل، تركيز أعلى، إن شاء الله رزق كتير. البط السوداني، كنت وعدتكم قبل كده في فيديو إن هكلمكم عن دراسة جدوى مشروع البط السوداني. عندك مكان على سطح بيتك أو مكان واسع في أي مكان، تحت في شقتك في البلكونة أو تحت في الدور الأرضي، المهم عندك مكان تقريبا هنقول مثلا حوالي 2 متر في 2 متر. نتكلم عن 5 بطات سوداني ومعاهم الدكر بتاعهم، يعني 6 طيور عندك في المكان. 2 متر يكفوهم اهو. نحسبها بالراحة مع بعض. هتجيب 5 بطات كبار على وش بيض او بيبيضوا. تكلفة البطة النهاردة بسعر النهاردة هتعمل لها حوالي من 100 ل 120 جنيه. هنقول في المتوسط 110. 5 بطات ب 550 جنيه. هتجيب لهم دكر حلو بيكسر، هنقول في رينج تقريبا مثلا 350 450. هنقول 400 و550 يبقى 950 جنيه. هتجيبهم عندك ربنا كرم وقعدوا عندك، الدكر كسر بالكتير قوي شهر وبضوا عندك، يبقى ده عدى 30 يوم. اقل بطه بتبيض لها النهارده من 9 بيضات ل 15 بيضه، على حسب رزق ربنا ليك وتوفيق ربنا ليك. هنقول في المتوسط 12 بيضه في 5 بطات، 60 بيضه. 60 بيضه يرودوا معاك قد ايه؟ مده تفريغه البطه بترقد من 35 يوم ل 40 يوم. وهناك وكلتهم شهر، يبقى هنقول 40 شهرين و10 ايام. شهرين و10 ايام طلع عندك ما شاء الله تمام 60 بطة. هنقول نسبة الإخصاب، هنقول مثلا 2%. 2% من 60 بيضة هنطلع تقريبا 10 بيضات، يبقى صافي معاك 50 بطة. 50 بطة تمام، راعيتهم كويس، اهتميت بهم كويس، حبيت تكبر وتبيع كبير، دراسة تانية. حبيت تبيع صغير كويس ومش وحش، هنقول هنبيع صغير. هتجيبهم هتستقبلهم على محلول جفاف، فيتامينات، مضاد حيوي، لمدة 10 أيام. 10 أيام تبدأ تبيع. أقل حاجة هتبيع البطة مثلا في عمر 10 أيام كده، هنقول مثلا من 30 ل 40 جنيه. هنقول متوسط 30 جنيه. 30 في 50 ب 1500 جنيه. في كام؟ احنا قلنا هناك 40 و10 يبقى دي 50. 50 وشهر هنقول بالظبط 3 شهور. 3 شهور 5 بطات ودكر بتكلفة 950 جنيه، أنتجولك 1500 جنيه. جبت راس مالك في 3 شهور وانت قاعد زي الباشا في سطح بيتك. مراعية قليلة، بيستحمل الجو الحر، يستحمل معاك البرد، شوية تركيز بس واهتمام، تتابع الحالة المرضية بتاعتهم، تتابع النظافة، وإن شاء الله ربنا هيرضيك. عندك مكان أكتر كبر أكتر. حبيت تربيهم وتكبرهم وهتصرف، عندك مجال إنك تصرف أكل، ما شاء الله هيجيبولك دورة تانية وحساب تاني خالص تحسبها، وإن شاء الله ربنا يعيشك بأكتر من كده. عايز سريع على طول 3 شهور وبيع. خلصت من الدورة دي يقعدوا عندك 10 أيام على ما يجمعوا تاني بيض، 15 يوم بالكتير. بس هو في الجو ده مش هتعدي 10 أيام تجمع معاك بيض، تبدأ تاني تعيد الدورة من جديد. عايز تزود وتكبر، زادت فلوسك وزاد ربحك. عايز حاجة بسيطة كده باهتمام قليل، مفيش مشكلة. وطبعا الأكل أكل خفيف وحاجة خفيفة، ما بياكلش كتير. أي بواقي بيت هياكل معاك مش هيقول أي حاجة. فمشروع جميل ومشروع كويس، بس أنت اتحرك واشتغل واستثمر، ورزق من عند ربنا. واشوفكم على خير في دورة تانية إن شاء الله، في تربية من صغير لكبير، صافي الدورة والربح كام والتكاليف ايه. أتمنى لكم التوفيق.